من القصص التي تعكس الجانب الإنساني للرئيس العراقي الراحل صدام حسين هي قصة تعامله مع إحدى النساء العراقيات التي فقدت ابنها في الحرب العراقية الإيرانية من 1980 إلى 1988. في تلك الفترة كان العراق يخوض حربا طويلة ومريرة مع إيران، مما أدى إلى فقدان العديد من الأرواح العراقية سواء من الجنود أو المدنيين. إحدى النساء فقدت ابنها في هذه الحرب وكانت تعيش في حالة حزن شديد. لم تكن لديها القدرة على الوصول إلى المسؤولين أو التعبير عن ألمها. في إحدى المناسبات العامة تجرأت هذه المرأة ووقفت أمام صدام حسين لتطلب منه التحدث، وبدلا من تجاهلها قرر الاستماع لها. تحدثت المرأة بعاطفة قوية عن فقدان ابنها الوحيد في الحرب وعن ألمها الذي لا يمكن تحمله. تأثرت جدا بصدام حسين وهو يستمع إليها بكل اهتمام، وكان واضحا أنه تأثر بحديثها. بعد أن أنهت حديثها اقترب منها صدام حسين وقال لها إنه يعتبر جميع أبناء العراق أبناءه، وأن ابنها الذي فقدته هو بمثابة ابنه أيضا. ثم قام بتقبيل رأسها كنوع من التقدير والاحترام لها ولتضحياتها. وفي لفتة إنسانية أمر بتوفير دعم مالي لها ولعائلتها، وتعهد بأن يكون بجانبها في محنتها. هذه القصة تعكس جانبا مختلفا عن صدام حسين، حيث كان يظهر تعاطفه مع الشعب العراقي، وخاصة مع أولئك الذين فقدوا أحبائهم في الحرب. وعلى الرغم من الجوانب السياسية المثيرة للجدل في حكمه، إلا أن هذا الموقف يوضح لحظة من الإنسانية والتعاطف مع معاناة الناس العاديين.